ممكن لما تلبسي الاوتفيت كله جينز تحسي ان في حاجه غلط في الاوتفيت وتحسي ان ستايلك كده قلب على حنفي القبهه. لو مش عارفين مين حنفي القبهه اكتبوا لي في التعليقات. بس في حاجه سهله جدا ان احنا نقدر نعملها. فيديو النهارده هنعمل ستايلينج لاشهر فاشن ترندز، ازاي نقدر نلبسها وتكون عمليه وتكون فعلا ويربل. لو انتوا اول مره تشوفوني انا صافي، لو بتحبوا الفاشن والموضه والستايلينج والشوبينج اي حاجه ليها علاقه بالفاشن اعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي عشان يوصلكم فيديو الاسبوع الجاي لما انزله، وكمان عشان تساعدوني اوصل ل50,000 مشترك وده هدفي السنه دي. يلا بينا نبتدي. اول ترند هنتكلم عنه هو دينم اون دينم، او الاوتفيت كله يكون جينز. ترند سهل جدا نعمله عملي، كلنا عندنا بنطلون جينز وقميص او جاكيت جينز فكلنا نقدر نجربه. الفكره ان ممكن لما تلبسي الاوتفيت كله جينز تحسي ان في حاجه غلط في الاوتفيت وتحسي ان ستايلك كده قلب على حنفي القبهه. بس في حاجه سهله جدا ان احنا نقدر نعملها، اننا نلبس توب تحت الجاكيت الجينز. ده الليرنج دي هتخلي الاوتفيت يكون فيه ديبث وهيخلي الاوتفيت شكله احلى واشيك بكتير. فهنا انا لابسه التوب ده كنت جايباه من كوز، فيه يعني ديتيلز كده في الكم شكلها لطيف قوي. بس تقدري تلبسي اي حاجه مثلا ساده ابيض اسود، حاجه مخططه، اي حاجه من تحت الجاكيت او القميص بتاعك. تقدري طبعا تقفلي الجزء ده هيكون باين فهيخلي او هيغير من شكل الاوتفيت. انا ما كانش عندي جاكيت جينز او قميص جينز عشان اعمل لكم الاوتفيت ده، فطلبت البنطلون والجاكيت دول من مانجو وعجبوني جدا. مش عارفه اذا كانت الديتيلز اللي فيه لان هو كله ستراس فحاسه ان شكله لطيف وجديد كده. البنطلون التفصيله بتاعته تحفه قوي، انه هاي ويست وكمان واسع، رجل واسعه من تحت فعجبني شكله. لبست لوفرز لان انا حسيت ان الاوتفيت كده يعني هو اوريدي ستيتمنت، فلبست حاجه بسيطه كده في رجلي. لو هخرج بقى هلبس جاكيت. بفكر في الترينش كوت ده، حاسه ان اللون بتاعه لايق جدا على اللون بتاع الجينز فهلبسه واوريكم شكله. ده شكل الاوتفيت بعد ما لبست الجاكيت. I love it. بحب الستايل ده قوي لما البس حاجات تكون عمليه وعندي في الدولاب واعمل لها ليرنج واطلع بلوك يكون شكله جديد ومختلف. لبست الترينش كوت ده، هو فيه كتافات من هنا وطويل، بس لو ما عندكيش نفس الستايل ده تقدري تلبسي اي كوت طويل عندك صوف اسود او جملي هيكون برضو شكله حلو قوي. لو انت حابه بقى تجربي الترند ده تقدري تجربيه مع سكيرت جينز لانها من الحاجات اللي نازله موضه جدا. يعني تلبسي قميص او جاكيت جينز مع جيبه ماكسي او ميدي جينز هيكون شكلها تحفه. الترند اللي بعد كده اسمه داي تايم ديسكو، هو اننا نلبس اللبس بتاع السهره والسواريه نلبسه الصبح ونعمل بيه اوتفيتس كاجوال. فلو عندك اي حاجه سيكوين ميتاليك ليس دانتيل تقدري تطلعيها دلوقتي وتخرجي بيها. بحب قوي الترندز اللي بتخلينا نلبس وات وي هاف، لان اوقات كتير ممكن نجيب مثلا حاجه معينه في مناسبه او خروجه او فرح وبعد كده تتركن في الدولاب، فدلوقتي نقدر نطلعها ونلبسها. حبيت اوريكم الترند ده. سوري، القميص الميتاليك اللي انا لابساه ده جبته من H&M اوفر سايز. الماتيريال بتاعته تحفه جدا وناعم قوي. هلبسه دلوقتي في الجو بتاع الشتاء ولسه الجو برد، يعني هلبسه as a layering piece، وبعد كده في الصيف هلبسه لوحده. حبيت ان انا اعمل outfit very casual، فلبست بنطلون جينز وسنيكرز. ده شكل الاوتفيت لوحده كده عجبني جدا. يعني تخيلوا بنطلون جينز مع قميص ابيض او اسود عادي، يعني اوتفيت عادي، لكن لما لبست حاجه كده ميتاليك خلت الاوتفيت شكله جديد. لو انا هخرج هلبس فوق الاوتفيت ده بليزر عشان اعمل ميكس ما بين الكاجوال والفورمال، فهلبس اوفر سايز بليزر هلبسه واوريكم شكله. اوكي، ده شكل الاوتفيت بعد ما لبست البليزر. زي ما انتم شايفين دخلت القميص جوه البنطلون. الحركه دي سهله جدا لو انت عايزه تباني انك اطول، لان زي ما انتم شايفين الجزء ده من هنا خصوصا البنطلون هاي ويست لحد الاخر بيبان ان هو رجلك، فالحركه دي بتطول قوي. تقدري تعمليها مع
اي اوتفيت عندك. زي ما انتم شايفين الاوتفيت سهل عملي كاجوال، حاسه ان هو مريح جدا اقدر اخرج بيه الصبح. وكمان لو عايزه اخرج بيه مثلا خروجه تكون شيك شويه اقدر ابدل السنيكرز والبس مكانه هيلز. طبعا اكتبوا لي في التعليقات يا ترى ممكن تجربوا الترند ده ولا لا. الفترة اللي فاتت البدلة كانت موضة جدا، الوايد ليج بانس مع اوفر سايز جاكيت. الترند ده بصراحة من الحاجات اللي انا بحبها جدا، وخصوصا ان البدلة فعلا عملية تقدري تلبسيها الصبح وبشكل كاجوال، وكمان تقدري تلبسيها فورمال وتقدري تلبسيها في الخروج بالليل. فمن الحاجات او الترندز اللي عجبتني جدا وحاسة انها من اساسيات الدولاب. السنة دي الترند مختلف شوية، البدلة مور فيمينين وهي انك تلبسي بدلة بسكيرت. فانا عملت الترند ده. الحاجات اللي عندي في الدولاب لبست سكيرت جلد دي من زارا، فيها ديتيلز كده من الوسط حلوة قوي، ولبست معاها جاكيت بدلة عندي برضو كنت جايباها من زارا بس من سنتين، في ديتيلز برضو من عند الوسط لطيفة جدا. ولبست معاهم هيلز. جربت ان انا البس بوتس او لوفرز، ما كان شكلهم حلو خالص. احسن حاجه مع اوتفيت زي ده الهيلز، حسيت ان هو very كلاسيك وشيك ينفع للشغل. لو جو برد اقدر البس اوفر سايز كوت او ترنش كوت هيكون برضو شكله حلو جدا. لو انتي بقى عايزه تعملي انفستمنت في الترند ده تقدري تجربي الماتيريال اللي بتكون تويد لانها بتكون شبه شانيل. قلت لكم الموضوع ده قبل كده، لو لسه ما شفتوش الفيديو بتاع الترندز بتاعت السنه دي هسيب اللينك فوق كمان في الديسكريبشن علشان تشوفوه لو حابين تشوفوا ترندز اكتر. لكن لو انتي زيي ومتردده انك تعملي انفستمنت في الترند ده لان هو موضه السنه دي، مش عارفه السنه الجايه هيكون موضه ولا لا، فتقدري تستخدمي الحاجات اللي عندك في الدولاب. يعني تلبسي سكيرت مع بليزر، مش لازم يكونوا ماتشنج ونفس اللون، هيدوكي نفس الفايبس بتاع الترند. دي نهاية الفيديو. thank you so much for watching. اكتبوا لي في التعليقات اي ترند حابين تجربوه، وما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.